بينما كانت الطائرة تحلق في السماء، قال قبطان الطائرة لمساعده: بعد نهاية الرحلة سأفاتح المضيفة في موضوع الخطبة. لم يكن يعلم بأن الميكروفون كان مفتوحاً، وأن جميع الركاب سمعوا الحوار بما فيهم المضيفة نفسها. إذا كنت تحب أن تكون من أهل الجنة وتستمتع بفواكهها اللذيذة، اكتب: اللهم أدخلني الجنة بدون حساب، ثم ضع لايك واشتراك. أسرعت المضيفة جندرياً لإخبار القبطان بأن الميكروفون مفتوح، لكن رجليها انزلقت ثم سقطت أمام امرأة عجوز. فقالت العجوز: لا داعي للعجلة يا ابنتي، فقد قال أنه سيقوم بخطبتك بعد نهاية الرحلة. خرج 3 رجال من الحانة وهم في حالة سكر، قاموا بطلب سيارة أجرة. ولما صعدوا إلى السيارة لاحظ السائق حالتهم المزرية من السكر وغياب التركيز، فأراد الاحتيال عليهم، فقام بتشغيل السيارة وإيقافها دون أن يتحرك من مكانه، ثم قال لهم: لقد وصلنا إلى وجهتكم، تفضلوا بمنح الأجرة من فضلكم. إذا كنت تحب أن تكون من أهل الجنة وتستمتع بفواكهها اللذيذة، اكتب: اللهم أدخلني الجنة بدون حساب، ثم ضع لايك واشتراك. قام الأول والثاني بالدفع له، أما الثالث فنظر إليه بغضب، ثم صفعه على وجهه. ظن السائق أنه قد كشف أمره، فقال السكير: أيها السائق الغبي، لما كنت تقود بسرعة؟ فقد كدت تقتلنا. اجتمع رجل بأصدقائه في حانة، وكانت المرة الأولى التي يشرب فيها الخمر. أحس الرجل بدوار وارتخاء في عضلاته، وبالكاد وصل إلى بيته. ولما دخل البيت قرر أخذ حمام حتى يتخلص من آثار السكر ويرجع إلى وعيه. إذا كنت تحب دخول الجنة وتذوق شرابها اللذيذ، اكتب: اللهم اسقني من شراب الجنة، ثم ضع لايك والاشتراك. بعد مدة رجعت زوجته إلى البيت، ولما دخلت سمعته يقول: لماذا دموعك لا تتوقف؟ ما سبب بكائك؟ لماذا تبكين؟ قولي لي. فقالت في نفسها: لا شك أنه أحضر عشيقته إلى البيت، وهما الآن في الحمام. ولما دخلت عليه الحمام كانت المفاجأة، فقد كان زوجها يكلم رشاش الماء، فبسبب سكره الشديد تخيل الرشاشة امرأة تبكي. ذهب رجل إلى بيت حماه. عندما وقف أمام الباب سمع حماته توصي زوجته قائلة: الرجل مثل السلم، يجب أن تتسلقيه حتى تصعدي فوق رأسه فيصبح كالخاتم في إصبعك. إذا كنت تحب رسول الله صل عليه، ثم ضع لايك واشتراك، فتتحكمين فيه كما تشائين. لما سمع الرجل كلام حماته اشتد غضباً، لكنه فكر في حيلة ماكرة. رجع الرجل وزوجته إلى البيت، وبعد مدة من الزمن تخاصما، فضرب الرجل زوجته ضربة حتى انكسر رأسها، فرجعت إلى أمها تشتكي. أخذت أمها الهاتف واتصلت بالرجل قائلة: ما الذي فعلته بابنتي؟ رد الرجل: لا شيء، فلقد سقطت من فوق السلم. بينما شاب يتمشى، فإذا به يجد هاتفاً جوالاً ملقاً على الأرض. قال في نفسه: لابد أن صاحبه يبحث عنه، فقرر إرجاعه لصاحبه. تفحص الجوال فوجده يشتغل. بحث عن آخر رقم تم الاتصال به، فوجد رقماً باسم والدتي، فقام بالاتصال به. إذا كنت تحب دخول الجنة وتذوق شرابها اللذيذ، اكتب: اللهم اسقني من شراب الجنة، ثم ضع لايك والاشتراك. ولدي يا عمر، أين أنت؟ مرحبا سيدتي. آسف، أنا لست ولدك عمر، فقد وجدت هذا الهاتف ملقا على الأرض. إنه هاتف ابني عمر، لا شك أنه ضاع منه. أرجو أن تخبرني عن مكانك يا بني حتى أرسل ولدي إليك. بعد أن أخبرها عن العنوان قام بإنهاء المكالمة، ولسذاجة المرأة قامت بالاتصال برقم ابنها متناسية أنه قد أضاع الهاتف. عمر، لقد أضعت جوالك وقد وجده أحد الأغبياء، اذهب إليه بسرعة قبل أن يقوم ببيعه. صحيح، خير تعمل شرا تلقى.
امرأة تبنت قطة وأسمتها بسبوسة، وكانت لا تعلم أن زوجها يكره القطط، وما هي إلا لحظات حتى عاد زوجها إلى البيت. وعندما رأى القطة صاح بزوجته وقال: من أحضر هذه القطة إلى البيت؟ ألا تعلمين أنني أكره القطط؟ فقالت له: يا زوجي العزيز، إنها قطة لطيفة وقد أسميتها بسبوسة. فقال لها: بلا بسبوسة بلا كلام فاضي، هذه القطة لازم تطلع من بيتي. فأخذ القطة ورماها خارج الحارة، وعندما رجع إلى بيته وجد القطة أمامه، فذهب هذه المرة وأخذ القطة معه بالسيارة ورماها خارج المنطقة، وعندما عاد إلى البيت وجدها أمام الباب، فقال في نفسه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه القطة أكيد فيها شيء وأنا لازم أفتك منها بأسرع وقت. فوضعها في صندوق وتوجه بسيارته إلى الصحراء، وعندما وصل إلى الصحراء حمل الصندوق وذهب به إلى إحدى الحفر ورمى القطة ورجع عائدا إلى سيارته، وأثناء رجوعه أضاع طريق العودة في الصحراء، فأوقف سيارته واتصل بزوجته وقال: أقولك بسبوسة رجعت البيت؟ فقالت زوجته: إيه رجعت ليه تسأل؟ بالله خليها تكلمني، أنا ضيعت الطريق. أبيها توصف لي الطريق عشان أرجع. كان رجل يشك في أن زوجته تخونه في إحدى الليالي. عندما أخبرته أنها ذاهبة لقضاء ليلة مع صديقاتها، استأجر تاكسي وطلب من السائق أن يتبعها، وعندما توقفوا أخيرا شاهدها تخرج من السيارة وترتدي زي عمل ثم تدخل ملهى ليلي. شعر بالصدمة وقال للسائق: كيف يمكنها أن تفعل هذا بي؟ لا أصدق أنها تعمل هنا. إذا كنت تحب أن تكون من أهل الجنة وتستمتع بفواكهها اللذيذة، اكتب: اللهم أدخلني الجنة بدون حساب، ثم ضع لايك واشتراك. ثم خطر بباله فكرة، فسأل السائق: هل تريد كسب $100؟ وافق السائق وسأله: ماذا أفعل؟ فرد عليه: كل ما عليك فعله هو الدخول وإحضار زوجتي ووضعها في السيارة وسنذهب إلى المنزل. وافق السائق ودخل المكان. بعد دقائق قليلة خرج السائق من المكان وهو يجر فتاة تصرخ وتقاوم الدخول للسيارة. نظر الرجل إلى الفتاة وقال: انتظر، هذه ليست زوجتي. فصرخ السائق: أعلم، إنها زوجتي، سأعود لأحضر لك زوجتك.